ورمى السحرة عصيهم وحبالهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فإذا المكان يمتلئ فجأة بالثعابين، فنظر موسى إلى حبال السحرة وعصيهم وشعر بالخوف، فقال الله له لا تخف وألق ما في يمينك وستهزمهم. اطمأن موسى وألقى عصاه، فتحولت إلى حية التهمت كل ثعابين السحرة، فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. هز استسلام السحرة العرش من تحت فرعون، وهو الذي جمعهم لإبطال دعوة موسى وهارون لرب العالمين. فسأل فرعون السحرة في غضب آمنتم به قبل أن آذن لكم؟ إن فوزه عليكم اليوم كان عن تشاور منكم. ثم توعد السحرة لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ثم لأصلبنكم أجمعين. ولأن الإيمان دخل قلوب السحرة لم يهتموا بتهديد فرعون لهم، وقالوا له إنا إلى ربنا منقلبون. ثم حرض المصريون فرعون على موسى ومن آمن معه، وخوفوه من عاقبة التهاون معهم، وحذروه من أن الدعوة إلى الله وحده سيترتب عليها بطلان شرعية حكمه. فأشعرت هذه الكلمات فرعون بالخطر الحقيقي على نظامه كله، فقال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. فبدأ موسى يوصي قومه بالصبر على البلية والاستعانة بالله عليها، وأخبرهم أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة لمن يتقي الله. في هذا الوقت بدا واضحا أن فرعون لن يؤمن لموسى ولن يكف عن تعذيبه لبني إسرائيل، فأوحى الله إلى موسى أن يخرج من مصر مع بني إسرائيل، وأن يكون رحيلهم ليلا. بلغت فرعون الأخبار بأن موسى قد صحب قومه وخرج، فأرسل أوامره في مدن المملكة لحشد جيش عظيم ليدرك موسى وقومه. وقف موسى أمام البحر، وبدأ جيش فرعون يقترب، وامتلأ قوم موسى بالرعب، فالبحر أمامهم والعدو وراءهم. صرخت بعض الأصوات من قوم موسى سيدركنا فرعون، فقال موسى كلا إن معي ربي سيهدين. وفي اللحظة الأخيرة يجيء الوحي من الله، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فضربه ووقعت المعجزة، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ووصل فرعون إلى البحر، وشاهد في البحر طريقا يابسا يشقه نصفين، فأمر جيشه بالتقدم. وحين انتهى موسى من عبور البحر شاء الله تعالى إغراق فرعون وجنوده في منتصف البحر، حيث انطبقت الأمواج عليهم وغرق فرعون وجيشه. اجتمع بنو إسرائيل بسيدنا موسى، فأعجب رجل بمواعظ موسى فسأله هل على الأرض من هو أعلم منك؟ فأجابه موسى أنا أعلم أهل الأرض. عاتب الله سيدنا موسى وأعلمه أن هناك من هو أعلم منه، إنه العبد الصالح الموجود عند مجمع البحرين، وأمر موسى أن يذهب إليه ليتعلم منه. بدأ موسى الإعداد لتلك الرحلة، وكان لديه غلام أمين. وعند مجمع البحرين وجد موسى رجلا يشع من وجهه النور هادئ الحديث، فسأله موسى هل أنت العبد الصالح؟ فقال نعم. طلب موسى من العبد الصالح أن يأذن له بمصاحبته ليتعلم منه، فقال له إن صاحبتني فعليك أن تصبر ولا تسألني كثيرا حتى أخبرك بما يصعب عليك. وافق موسى على شروط العبد الصالح، وبعد لحظات نظر إلى سفينة في البحر وطلب من أصحابها الركوب معهم، فوافقوا. وقبل أن ترسو السفينة إلى الشاطئ إذ بالعبد الصالح يمسك بقدوم،
ويضرب في جنب السفينة حتى خرقها خرقا يعيبها ولا يغرقها. اندهش موسى ولم يتمالك نفسه قائلا: ماذا فعلت؟ إنهم قوم أكرمونا ولم يأخذوا منا أجرا، أيكون هذا رد الجميل؟ قال العبد الصالح: ألم تعاهدني أنك ستصبر؟ اعتذر موسى وقال: لا تؤاخذني إني نسيت، وستجدني إن شاء الله صابرا. فسامحه العبد الصالح، ثم واصل السير واتجه إلى قرية وجد فيها أولادا يلعبون، فتقدم العبد الصالح وأمسك بغلام وضغط بيده حول عنقه حتى مات. فاندهش موسى ولم يتمالك نفسه ثانية وقال للعبد الصالح: أتقتل نفسا دون ذنب؟ نظر العبد الصالح إلى موسى وقال له معاتبا: أنت لن تستطيع الصبر على مقدرات علم الله. تأسف موسى وقال: لن أسألك عن شيء بعد ذلك، وإن سألتك فارقني. واستمر في السير ووصل إلى قرية طلبا من أهلها طعاما فرفضوا، فسار حتى وجد جدارا مهدوما، فبنى العبد الصالح هذا الجدار. فتعجب موسى وقال: كان بإمكانك أن تأخذ أجرا على بنائك لهذا الجدار. فقال العبد الصالح: يا موسى، إنك عجزت عن الصبر على ما رأيت، فهذا فراق بيني وبينك، وسأشرح لك ما صعب عليك فهمه. أولا، كانت السفينة ملكا لمساكين يعملون عليها، ولكن ملك هذه البلاد أصدر أوامره بأخذ كل سفينة صالحة جميلة من أصحابها بالقوة، فخرقتها لأعيبها ولا يستولي. ثانيا، الغلام كان ابنا لأبوين مؤمنين صالحين، وهذا الغلام سيكون في المستقبل كافرا يرهق أبويه، فأراد الله له الموت ليعوضهما ولدا آخر صالحا. ثالثا، الجدار يا موسى كان لأخوين يتيمين مات أبوهما الصالح منذ فترة، وتحت هذا الجدار كنز للغلامين، ولكن الله أراد أن يحفظ الكنز حتى يكبر الغلامان ويستخرجاه. وهنا يا موسى نفترق، ولكن قبل ذلك أقول لك إن كل ما فعلته إنما هو بأمر الله عز وجل وليس من عند نفسي.